يا حبيبتي يا مصر، كلام جميل جدا. والحقيقة المصريين ومصر أم الدنيا كلها خير، ودايما بنتكلم عن أعمال الخير وإزاي بنتعاون، إزاي بنتكاتف، إزاي بيكون في الأزمات نوع من التعاون، نوع من التضامن، علشان يعني كلنا نحس ببعضنا. خصوصا واحنا كمان في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، بنقترب من نهاياته. النهارده 19 رمضان، بكره ان شاء الله بتبدا العشر الاواخر من رمضان، وبندعو الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا في هذه الايام الطيبات المباركات الصيام والقيام وتلاوه القران وصالح الاعمال. الكلام ده مقدمه للحديث عن الاسعار وضبط الاسعار وجشع بعض التجار واحتكار بعض التجار لبعض السلع في يعني ظل ما تعانيه الأسر المصرية مؤخرا من هذه الظاهرة، ظاهرة ارتفاع الأسعار. للحديث عن هذا الموضوع بيسعدنا أن تكون معنا الكاتبة والأديبة الأستاذة ليلى جوهر. صباح الخير أستاذة ليلى. صباح الخير يا أستاذ جمال. صباح الخير يا أستاذ جمال. صباح الخير على مستمعي الإذاعة المصرية وكل أهل مصر. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ربنا يعود علينا دائما بالخير واليمن والبركات. وطبعا شهر رمضان ده فيه نفحات إيمانية جميلة، ومقدمة حضرتك كانت رائعة فعلا. ده شهر رمضان فيه التكافل والمحبة والإخاء بين الناس وصالح الأعمال، فربنا يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم إن شاء الله بإذن الله. ودايما مع بعض كده في نشر الوعي والفكر والثقافة، كلنا ايد واحدة في مواجهة اي ازمات بتمر بوطننا الحبيب مصر. ودايما كده يا رب في اعمال الخير تملي دائما مع بعض يا رب يا رب. ليلى، واحنا بنتكلم عن ضبط الاسعار ومراقبة الاسواق، الحقيقة مهم كمان الوازع الديني، الوازع الداخلي. يعني احنا مش لازم يكون علينا رقابة من حد، من مفتش، من مسؤول، علشان نضبط الاسعار، علشان نخلي بالنا ان ده مش مظبوط، ده حرام، ان ده مش يعني يعني مش في العرف بتاعنا كمصريين ان احنا دايما ما نستغلش بعض. يعني ازاي بقى واحنا كمان في هذا الشهر الكريم، الشهر الفضيل، شهر رمضان، نستغل هذه النفحات الإيمانية والروحانيات الرمضانية بان احنا نتكاتف ويكون في نوع من التكافل كمان. واللي كان يعني قبل رمضان بيستغل الظروف وبيرفع الأسعار أو بيحتكر سلعة ما، خلاص بقى يعني إيه، يقف مع نفسه كده ويعمل كشف حساب، لأنه طبعا كلنا محاسبون. طبعا يا استاذ جمال، ده طبعا النقطه اللي حضرتك اشرت ليها دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. دور المؤسسات الدينيه في الدعوه الى العمل وعدم المتاجره واستغلال الازمات والتربح الفائد عن الربح العادل، فده ربنا سبحانه وتعالى هيعاقب كل انسان بيتاجر في ازمات الوطن وسماحا بانه بيرفع اسعار الاموال اللي بيكتسبها. دي اموال ماهيش يعني هنقول ان ماهيش حلال، لان هي دي زياده عن الربح العادل المقرر ليه. فده في شهر رمضان الكريم المفروض ان احنا في شهر كريم وان ربنا يتقبل الاعمال، فكيف يتقبل ربنا الله الاعمال من الناس اللي بيتاجروا بازمات الوطن او اللي بيزيدوا في الاسعار عن السعر اللي هو المفروض ان هم يعني سعر الربح العادل اللي المفروض ان هم يبيعوا بيه. فده طبعا ده قمه، يعني ده لازم، وده دور المؤسسات الدينيه في الدعوه الى يعني هنقول الى دعوة المواطنين أو التجار إلى عدم المتاجرة في الأزمات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك يعني دعا إلى عدم الاحتكار وفي نفس الوقت إلى عدم المتاجرة في الأزمات، وده يعتبر فساد في النفس، وربنا يعني مش هيتقبل صالح الأعمال في ظل هذه المتاجرة. والمحتكر كما قال الرسول عنه، المحتكر ملعون طبعا، وملعون أي يعني بعيد عن رحمة الله. وده طبعا لازم، ده دور المؤسسات الدينيه في الدعوه في الجوامع وفي المساجد في صلاه التراويح وفي جميع الصلوات، ان عدم المتاجره في الازمات، لان ده مخالف للعقيده وللشريعه ولسنه النبي وكل شيء. وده كمان مخالف يعني هنقول ايه، للمبادئ الوطنيه اللي بيقوم بيها يعني اللي واجب علينا كلنا بلا استثناء ان احنا نقف بجانب وطننا يعني في المحن والازمات اللي بيمر بيها،
وده بيبين معدن المواطن الاصيل من المواطن غير الاصيل. فالمواطن الاصيل بيقف وبيسد وما بيتاجرش، وفي نفس الوقت ده عهدنا بالمواطنين بلا استثناء وبالتجار وبكل فئات المجتمع بلا استثناء، ان كله يقوم بدوره بامانه وبضمير وبوازع ديني. فده دور طبعا المؤسسات الدينيه، طبعا بجانب دور القانون. احنا بنقول ان القانون منع وردع، منع الايه، منع لاي مخالفات، وردع لاي واحد ممكن بيخالف القوانين. الحقيقه كمان واحنا بنتكلم عن هذه الفئه، ونتمنى ان تكون فئه يعني بسيطه وتكون كمان ترجع لصوابها. بنشوف نماذج الحقيقه ايجابيه، نماذج لشباب بناس كبيره في رمضان بصفه خاصه، يعني قبل المغرب كده على الطرق يا استاذه ليلى، يعني رغم هذه الازمه الاقتصاديه طاحنه لكن بيقدموا وجبات افطار للمسافرين على الطرق. ودي اعتقد يعني نموذج طيب يخلي اي حد عنده نوع من الجشع او الاحتكار، لا خلاص بقى يعني دي فرصه ان احنا كلنا نتعاون ونحب بعض في هذا الشهر الكريم، ونكمل كمان حبنا بعد هذا الشهر، لانه طبعا ده بيعتبر نوع من الوقفه الايمانيه، الروحانيات اللي هي بتدي دافع وحافز للانسان انه يكمل باقي شهور السنه وعلى نفس هذا يعني الثبات الايماني. هي دي مصر يا أستاذ جمال، هي دي مصر بجمالها، بالعقيدة الوسطية اللي احنا مؤمنين بيها. هي دي مصر بالالتزام بالتعليم الدينية، في التكافل والرحمة والتأخي بين أفراد المجتمع. قد ايه أنا ببقى سعيدة لما بشوف الشباب الصغيرين وهم واقفين على الطرق وبيقدموا الوجبات على الطرق، وفي نفس الوقت في الجوامع بتلاقيهم ان هم اخدين بعض التمور وبعض العصاير والمياه لإطعام الصائمين. فدي مصر، وهتظل مصر من اول الخليقه لنهايه الكون. هتظل مصر يعني هنقول في محبه واخاء، واهلها هيبقوا في رباط الى يوم الدين. وقد ايه انا ببقى سعيده لما بلاقي الاخوه الاقباط بيبقوا واقفين برضه بيساعدوهم وبيقدموا الوجبات. هي دي مصر، وستظل مصر هكذا على مدى الزمان. واحنا كمان بنذكر هذه المقوله، يعني رمضان في مصر حاجه ثانيه. طبعا ده اكيد يا استاذ جميل، ده اكيد. انا كان ليا مقال اللي هو مقال الاسلاميه، رمضان له سمات يعني متقاربه، لكن في مصر يعني ميزات خاصه بقى في طبعا يا استاذ جمال، يعني مصر كلها جمال. في شهر رمضان بتلاقي يعني هنقول نلاقينا كلنا قلبنا على قلب بعض، في محبه، في الانسان بيتقرب الى ربنا بصالح الاعمال وبكل شيء جميل. فده يعني ده هنفضل احنا كده، هو ده شهر رمضان، ونفحاته الايمانيه اللي هي بتبقى يعني بتعم يعني ارجاء الوطن كله من شرقه لغربه. فانا كمان استاذه ليلى يعني برضو واحنا بنعد لهذه المداخله مع حضرتك كنا بين خيارين، بين الخيار الاول وهو الحديث عن ضبط منظومه الاسعار، والخيار الاخر وهو جبر الخواطر. اعتقد انه في الحديث عن منظومه الاسعار وضبطها ويعني الرحمه بين الناس وبعضهم البعض ده نوع من جبر الخاطر. طبعا يا استاذ جمال، عدم المتاجره، لان في ناس ما بتبقاش قادره، ما عندهاش المقدره الماديه ان هي تشتري هنقول المنتجات بهذه الاسعار المغالى فيها. ففين الرحمه بين افراد المجتمع لما هنقول البعض وليس الكل، البعض بيتاجر بالاسعار وبيزود في الاسعار بتاعته. فانا بزعل جدا جدا جدا، وبحس قد يعني بصراحه ببقى في منتهى الحزن، وبحس بعدم يعني روح الانتماء للوطن ده والمحبه ليه فعلا والاخاء بين الناس. وبحس ان قد ايه ان دي مخالفه، يعني الدين مش عبادات وطاعات بس، الدين معاملات. فالمعاملات يعني ما تفترقش عن الطاعات والعبادات. فازاي ان انا ابقى يعني بطيع ربنا وفي نفس الوقت بخالف اللي ربنا قال لي عليه، وبخالف اللي هنقول كمان المبادئ والقيم المجتمعيه اللي احنا تعهدنا عليها في مصر. لكن استاذ جمال، في نقطه احنا في امكاننا ان احنا نضبط منظومه الاسعار يعني ببعض الخطوات اللي انا كتبتها في منظومه الاسعار وخطوات في طريق المواجهه. وقلت فيها ان احنا لازم يعني لابد من تطبيق القانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 من حيث التسعير الواجب على جميع المنتجات سواء كانت محلية الصنع أو المستوردة، كما نص على ذلك القانون، وتطبيق العقوبة من حيث توقيع الغرامة في حالة عدم كتابة السعر على العبوات المنتجة. وده طبعا دي المادة 7
في قانون حماية المستهلك، والعقوبة في المادة 64 غرامة 10,000 جنيه ل 500,000 جنيه أو مثل قيمة المنتج. فدي طبعا المادة دي مهمة جدا 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 بإلزام الشركات والمصانع بكتابة السعر على المنتجات، دي الخطوة الأولانية. وبعد كده بعد كده طرح المنتجات في الأسواق. فما بيبقى طرح المنتجات في الأسواق، المواطن اللي هو إحنا لينا علينا الوعي أولا إن إحنا عارفين حقوقنا في البيع وفي الشراء، وفي نفس الوقت اعطاء المواطن اللي هو المستهلك فاتوره. الفاتوره دي ملزمه، ان في حاله عدم اعطاء الفاتوره انا اطلب من البائع ان هو يديني الفاتوره. يبقى انا كده ضبطت سعر المنتج من المنبع، بحيث ان هو يتكتب على جميع المنتجات زي ما اقر بذلك قانون حمايه المستهلك. وفي نفس الوقت الزم البائع بانه يبقى معاه الجهاز اللي بيطبع بيه الايصالات، بحيث ان انا لو فيها تاجر بعض التجار باع بسعر ازيد من المنتج المكتوب، انا بلغ جهاز حمايه المستهلك وهو هيقوم بدوره في ضبط منظومه الاسعار ومعاقبه المخالف لعدم كتابه السعر. فدي يعني دي خطوه من الخطوات. وفي نفس الوقت في بعض التجار بيبقى فيه سلوك خادع، زي ايه؟ ازاله السعر المكتوب على العبوه، فدي طبعا مخالفه. طيب في ايه تاني؟ احنا قلنا خلاص الزام البائعون بطبع فواتير تعطى للمستهلك مدون بها السعر والمنتج والتاريخ وسياسه الاستبدال والاسترجاع. فطبعا الفاتوره دي وسيله اثبات ومنع وردع. وفي نفس الوقت الزام مراكز البيع بوضع شروط البيع والشراء كما نص على ذلك قانون حمايه المستهلك في مكان واضح، والزام الجهات الرقابيه للقيام بدورهم الرقابي ومتابعه تنفيذ القوانين والتحول التحقيقي في حاله عدم القيام بالعمل. في نفس الوقت في ضبط منظومه المنتجات غير المعبأه من الرقابه والاشراف من الجهات المحليه لوضع السعر العادل. وفي نفس الوقت هنقول اقامه العديد من المشروعات المنتجه ومساعده الشباب بالتمويل والتدريب لاقامه مشروعات صناعيه وزراعيه، وده للدوله المصريه بتاخد بيه في الفتره الاخيره. وده طبعا قمه يعني الجهد من السلطات المختصه. وفي نفس الوقت دور انشاء اسواق تجاريه تابعه للدوله لضبط منظومه الاسعار. وطبعا قواتنا المسلحه ليها منافذ بيع، فانا اتمنى زياده المنافذ التابعه لجهاز الخدمه الوطنيه في جميع المحافظات، وده لضبط منظومه الاسعار. فاحنا تملي بنلقي الحمل على القوات المسلحه واجهزتها وجهاز الخدمه الوطنيه بدور كامل، لان دورهم رائع سواء في معركه البناء او في معركه الدفاع. وفي نفس الوقت احنا قلنا عدم طرح السلع والمنتجات الا بعد كتابه السعر. طيب هو ده. وطبعا احنا قلنا قبلها دور المؤسسات الدينيه في الدعوه الى عدم المتاجره وعدم زياده السعر عن السعر الربح العادل. فدي كانت يعني دي هنقول ده باختصار ده مقال منظومه الاسعار وخطوات في طريق مواجهه. وانا اهم حاجه عندي الوعي الوطني والمجتمعي بما يمر بالوطن من احداث، لان دي نتيجه ازمه عالميه وتداعياتها على الدوله المصريه. فاحنا نتمنى ان احنا كلنا نبقى ايد مساعده في بناء الوطن وفي الدفاع عنه وفي مجابهه اي خطر ممكن يمس الوطن. احنا جميعنا بلا استثناء للوطن ده اداه بناء وفداء. فأنا أتمنى إن إحنا كلنا المواطنين كلهم يبقى عندهم الوعي المجتمعي والوعي القانوني والوعي الوطني بما يمر بالوطن من أحداث. ويا رب الخير والسعادة والسلام لوطننا الحبيب، وربنا إن شاء الله بإذن الله هيحفظ بلدنا من كل شر، وهنفضل كده مصر كده أجمل بلاد، يكونوا أجمل بلد في الدنيا بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة والأديبة أستاذة نيلة جوهر، كنت معنا في هذه الفقرة الهامة جدا عن أهمية ضبط الأسعار واستغلال هذه الفرصة العظيمة شهر رمضان في عمل الخير والتكافل الاجتماعي وجبر الخواطر. شكرا جزيلا. ألف شكر يا أستاذ جمال. تحياتي الإذاعة المصرية ودوركم المهم في نشر الوعي والفكر والثقافة. تحياتي وتقديري.